بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. مشكلة الكساح عند الحمام. الكساح عند الحمام هنقسمه إلى قسمين. القسم الأول عند الحمام الشغال اللي هو الكبير، والقسم الثاني هو عند الحمام الزغاليل. عشان بس ما نلبخش الناس، الكساح يا جماعة بينقسم لفرعين. الفرع الاول ان ممكن يكون الفرد الحمام لو برك برجله كده ممكن يكون ده مرض سالمونيلا او باراتيفود سالمونيلا، او اللي هو تورم المفاصل والكلام ده. طبعا ده بيبقى ميكروب وبكتيريا وعدوى شديده جدا، ممكن تصيب الحمام وتؤدي لموته لو ما لحقتهاش بالعلاج السليم، وان انت تتعامل معاها بالطرق اللي بتساعد برضو مع العلاج اللي هنتكلم عنها دلوقتي. طيب الحاجة التانية أو النوع التاني من الكساح إيه؟ النوع التاني من الكساح، وده طبعا بيكون الأسهل في العلاج، هو نقص الكالسيوم وبعض العناصر والفيتامينات زي البي 12، لأن فيتامين بي 12 ده يا جماعة مسؤول عن الأعصاب. في ممكن تلاقي فرد حمام نقصه بي 12 في جسمه برك برجليه برضه وأنت ما تاخدش بالك، لأن أنت ممكن تدي علاجات معينة تقلل بي 12 في جسم الطير، تؤدي برضه لكساح الحمام ونقص بي 12. يبقى اللي بيعمل الكساح عند الحمام ايه؟ حاجتين. الحاجة الأولانية بتبقى حاجة مرضية، عدوى مرض الباراتيفود أو السالمونيلا. والحاجة التانية هي نقص الكالسيوم. طب أعرف يا عم إزاي إن الفرد ده عنده كساح دلوقتي؟ أعرف منين إن هو هل نقص كالسيوم أو علاج؟ المشكلة بس يا جماعة ان في ناس يعني ما بتميزش بين الاتنين، وممكن تدمر فرد الحمام وبيكون علاجه سهل جدا، بس بتتعامل مع الفرد الحمام بتشخيص غلط. طيب هسهلها لك خالص. لو انت حتى مبتدئ وبتسمعني، انت عندك دلوقتي فرد حمام برك برجليه، هتبص بس على الفضلات، لقيت الفضلات طبيعية ده حاجة كويسة. هتمسك رجليه، لو لقيت في رجليه فيها تورم والبراز طبعا بقى متغير وكلام من ده واسهالات، في تورم او سخنه، دي طبعا مؤشر بيقول لك ان ده تيفود، ولازم بقى تعزل فرد الحمام وتشيل الاكل من قدام وياكل حاجات بسيطه جدا. بلاش بقى الفول والذره والحاجات اللي هي بتاخد يعني صعوبه في الهضم دي. هتتعامل معاه مثلا بالفلاجيل والاموكسيسيلين، هتتعامل معاه مثلا بالبانفلور والكوليستين. هيبقى ان شاء الله تمام في خلال 5 ايام، والفرد الحمام هيبدأ يقف وهيبقى زي الفل. يبقى اعرف ان الفرد الحمام ده عنده مرض ازاي؟ بلاقي رجليه سخنه، او ممكن ما تلاقيش فرد رجليه سخنه بس هتلاقي فيه اسهالات، وهتلاقي وشه اتغير كده، وهتلاقيه ما بيقبلش على الاكل برضه. هتعامل معاه بالعلاجات اللي قلنا عليها، وهفصله يعني بعيد برضه عن الحمام، عشان الامراض دي امراض معديه يا جماعه، وما فيش بقى فرد حمام يضربه او كلام من ده. دي حاجة. طيب في صورة برضو شبيهة لنفس المرض، بتلاقي فرد الحمام بيزك كده برجل وبرجل، برضو في الحالة دي بتكون حالة مرضية، بتعامل معاه برضو بنفس طرق العلاج، زي مثلا تديله مثلا سيبروديازول اللي اتكلمنا عنه، تديله البانفلور مع الكوليستين، تديله مثلا الفلاجيل مع الاموكسيلين، او باختصار فلاجيموكس بيطري، او اي علاج يكون فيه المواد بتهاجم البكتيريا والمرض السالمونيلا. والاهم برضو يا جماعه اللي يعني بذكركم بيه، ما تشتغلش بعلاج مضاد حيوي اشتغلت بيه قبل كده، دايما غير، عشان البكتيريا بتكون متعرفه على المضاد الحيوي، انت يعني فاجئها بمضاد حيوي جديد عشان تقضي عليه. دي حاجه. الحاجه التانيه بقى والقسم التاني، وهو نقص الكالسيوم وفيتامين بي 12 عند الحمام. بلاقي فرد الحمام برك برجليه مره واحده، والفرد الحمام فضلات طبيعيه ووشه كويس، لان الهاوي المحترف بيبص لشكل فرد الحمام يعرف هو مريض ولا مش مريض، زي البني ادم بالظبط. هتعامل معاه مثلا بالكالسيوم وفيتامين ب 12. افضل حاجه يا جماعه واسرع حاجه للموضوع ده، يعني حاجه ما بيختلفش عليها اتنين، انا نفسي شغال بيها. الحاله المرضيه ممكن تستخدم اي علاج، زي ما اتكلمنا عن اكتر من نوع علاج قبل كده وممتازين وبيجيبهم نتيجه كويسه. الحاله بقى نقص الكالسيوم وفيتامين ب 12، مش لازم تغير نوع العلاج كل مره، لا هو ده مكمل مفيش اي مشكله. حاجه اسمها اوستيوكير. الاوستيوكير ده يا جماعه كالسيوم قوي جدا، ويعني وبالاضافه برضو يعني
معاه الف دال ويعني وبعض الزنك والحاجات اللي هي الالف دال المعرضه برضه للشمس، الناس اللي بتحبس حمام وكلام من ده مش معرضه للشمس. الحاجه بقى المهمه اللي عايز الفت نظركم ليها، واللي ناس كتير بتدور عليها وما بتكونش اصلا في الحسبان، هو نقص فيتامين بي 12 في جسم الطير. لازم تعوضه. معظم العلاجات البشريه بتلاقيها حقن، وده طبعا انا مش برشحه ان انا اقعد اشكك يعني في الحمام. في حاجه اسمها اورافيت ب 12، حاجه ممتازه جدا وثمنها 12 جنيه. اورافيت ب 12 بشري. شكل الكبسوله زي ما حضراتكم شايفين، كبسوله صغيره جدا زي حبوب الشفيته كده، زي حبوب الشفيته بتاع الحمام. بدال فرد الحمام مباشر، او لو فرد زينه وعايز مثلا بفكها عادي وحطها في سرنجه مع سنت ميه وبديها له. ان شاء الله يا جماعه 3 جرع، نص حبايه اوستيوكير مع حبايه اورافيت ب 12، 3 ايام متواصلين الفرد الحمل يكون واقف على رجله وبيرجع لحالته الطبيعيه. وانا برجح في الحالات دي بالذات افضل مستمر للحمام 3 ايام كل اسبوعين متواصلين، كل 15 يوم كده تدي 3 ايام. والناس بقى اللي مش مطيره حمام وحابسه الحمام، طبعا لازم تعوض الحمام على فيتامين د 3 معوض الشمس، طبعا لازم ب 12 والكالسيامات والتحديق. الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه. يبقى الكساح عند الحمام ما اعرفش يعني اتسرع واحكم على فرد الحمام ان هو عنده مرض. لازم الاول اشوف الاعراض، ابص على ابراز الحمام، ابص على وش الحمام، هل الحمام خس، هل بيقبل على الاكل. لو لقيت الفرد الحمام طبيعي بياكل وبيشرب بفترات طبيعيه ومفيش تورم في الرجلين وكله تمام، ده خلاص نقص كالسيوم. بستخدم نص حبايه اوستيوكير مع حبايه اورافيت ب 12 كبسوله الصغيره ديت البشري، ثمنها 12 جنيه. طبعا يعني اللي عايز اكده برضه قلته قبل كده وبكرره، ان التشخيص السليم للحمام هو بدايه العلاج. تشخصت غلط اعرف ان حمامك هيموت. يعني انت ممكن يكون عندك الفرد الحمام نقص كالسيوم، تقعد تديله مضادات حيويه وكلام من ده وتشخيص غلط، بتضرب المناعه مع نقص الكالسيوم. مع ان في اصلا نوع علاج بيقلل برضه البي 12، بالاضافه ان هو اصلا قليل في الجسم وممكن يعمل موت عند الحمام. ما ظهرناش كتير في الفترة اللي فاتت، ان شاء الله نكون متواجدين معاكم الفترة دي بأمر الله. محتاجين تسألوا على اي حاجة او نتكلم فيها اكتبوا لي في التعليقات، وتحت امر الجميع. وربنا يوفق الجميع ويرزقكم كل خير، وانتظرونا ان شاء الله في اللي جاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.